السلام عليكم. أنقذ الدولي المغربي أيوب الكعبي فريق أولمبياكوس من هزيمة محققة أمام باناثيناكوس بعدما سجل هدفا قاتلا في الوقت بدل الضائع لتنتهي المواجهة بالتعادل مساء الأحد ضمن الجولة الرابعة من الدوري اليوناني الممتاز. وكان أصحاب الأرض قد افتتحوا التسجيل في الدقيقة 48 قبل أن يضغط أولمبياكوس بحثا عن العودة في النتيجة، ومع اقتراب اللقاء من نهايته خطف الكعبي هدف التعادل في الدقيقة 92 لواسطة تألقه بقميص الفريق اليوناني، ورفع الكعبي رصيد هذا الموسم إلى 3 أهداف في الدوري، مؤكدا مكانته كأحد أبرز المهاجمين في البطولة. وبفضل هذا التعادل حافظ أولمبياكوس على صدارة الترتيب برصيد 10 نقاط، بينما تجمد رصيد باناثيناكوس عند نقطتين في المركز ال12. كان ديربي العاصمة الإيطالية بين روما ولاتسيو على ملعب الأولمبيكو مسرحا لقصتين متناقضتين للاعبين مغربيين، نائل العناوي ورضا بالحيان، في مباراة حسمها روما لصالحه بهدف نظيف ضمن منافسة الدوري الإيطالي، حيث عاش رضا بالحيان لاعب وسط لاتسيو أمسية صعبة ومعقدة. فبعد دخوله بديلا في الدقيقة 14 لزميله المصاب دالي باشيرو، لم يتمكن من إكمال اللقاء بعدما تلقى بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 86 ليترك فريقه يلعب في الدقائق الأخيرة ب10 لاعبين. ويأتي هذا الطرد ليزيد من متاعب لاتسيو الباحث عن تعديل النتيجة. يذكر أن بالحيان انضم إلى لاتسيو قادما من هيلاس فيرونا في فبراير 2025. على الجانب الآخر دخل العناوي البالغ من العمر 24 عاما كبديل في اللحظات الأخيرة من المباراة ليساهم في تأمين فوز الذئاب الثامن. وكان اللاعب قد التحق بصفوف روما في الميركاتو الصيفي قادما من لانس الفرنسي في صفقة أثارت اهتمام المتابعين، وحمل هدف المباراة الوحيد توقيع قائد روما لورينزو بيليغريني في الدقيقة 38. وبهذا الفوز ارتقى روما إلى المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 9 نقاط، بينما تجمد رصيد لاتسيو عند 3 نقاط في المركز الرابع عشر ليستمر في بدايته المتعثرة هذا الموسم. يواصل المدافع المغربي رضوان حلحل تقديم عروض دفاعية مميزة رفقة ميشلين في الدوري البلجيكي. في الدوري هناك ما يعطي فرص أكبر للتواجد مع المنتخب الوطني المغربي في الفترة القادمة. وقدم حلحل مستوى جيد في هذه الدورة بعدما قاد فريقه للحفاظ على نظافة الشباك أمام السيركل بروج في مباراة انتهت بالتعادل 0 لمثله، حيث بصم على أداء دفاعي قوي ونال تنقيط مرتفع 7.9. وأثبت حلحل مرة أخرى صلابته في الخط الخلفي، ما يجعله مرشحا بارزا لدخول حسابات الناخب الوطني وليد الركراكي، خاصة وأنه قادر على منح إضافة مهمة لدفاع المنتخب الوطني في الاستحقاقات القادمة. بات الظهير الأيمن الدولي المغربي أشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي مهدد بالغياب عن حفل جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، حيث سيشارك في مباراة مارسيليا الفرنسي ضمن مباريات الدوري الفرنسي بعدما تم تأجيلها إلى الاثنين بدل الأحد. ومن جهة أخرى فإن حكيمي بعيد كل البعد عن الفوز بجائزة الكرة الذهبية، على اعتبار أن فرانس فوتبول تصر على ضمان حضور اللاعب المتوجه للحفل وترفض استلام شخص آخر للجائزة بدله. ومن المنتظر أن يحضر الفرنسي عثمان ديمبيلي للحفل كونه يغيب عن مباريات البي اس جي بسبب الإصابة، كما سيعرف الحفل حضور كل من البرازيلي رافينيا والإسباني لامين جمال. ولم تعلن إدارة باريس سان جيرمان لحد الآن عن إعفاء أشرف حكيمي من خوض مباراة أولمبيك مارسيليا للسماح له بحضور حفل جوائز البالون دور، لا سيما وأن المغربي في أسوأ الحالات سيكون ضمن أفضل تشكيلة لسنة 2025. وأثار حكيمي الجدل بعدما قام بالإعجاب بمنشور على إنستغرام لأحد حسابات مشجعي باريس سان جيرمان يصف قرار الرابطة الفرنسية بالعبثي، وجاء في النص: تحفة من العبث، برمجة الكلاسيكو في نفس توقيت حفل الكرة الذهبية، قرار يكشف هشاشة تنظيم كرة القدم الفرنسية ولا يمكن تفسيرها. وتعكس هذه الخطوة انتعاض حكيمي وزملائه من حرمانهم حضور الحدث العالمي، خصوصا أن عددا من لاعبي الفريق الباريسي مرشح للظهور ضمن قائمة أفضل اللاعبين. ورغم الجدل المثار ستجرى مباراة الكلاسيكو بين مارسيليا باريس سان جيرمان في موعدها الليلة وسط ترقب جماهيري كبير لما سيشهدها المستطيل الأخضر بالتوازي مع متابعة الأنظار لحفل الكرة الذهبية. شكرا لكم على المشاهدة. كان هذا هو فيديو اليوم، إلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.